السلام عليكم، معاكم قناة تغطية الأخبار العالمية. أحمد شيبه يذبح خروفا صدقة على روح والدته قبل دفنها بالإسكندرية. انهار الفنان أحمد شيبة بالبكاء أثناء خروج جثمان والدته بعد أداء صلاة الجنازة عليها في منطقة مينا البصل غرب الإسكندرية وسط حضور مئات المشيعين من أهالي الإسكندرية وأسرته. وكانت قد أقيمت صلاة الجنازة في مسجد حسان مسقط رأس الفنان أحمد شيبه بعد صلاة الظهر. وعقب انتهاء صلاة الجنازة وخروج جثمان والدته تم ذبح خروف أمام المسجد كصدقة على روحها. كان جثمان والدة الفنان أحمد شيبة قد وصل إلى مسجد القبار في الإسكندرية لتشييعها إلى مثواها الأخير. وكان أحمد شيبة نعى والدته عبر حسابه على موقع فيسبوك من خلال نشر صورة لهما سويا، وعلق عليها بكتابة: مع السلامة يا أمي، ربنا يسامحك ويرحمك يا رب. وتوافد أسرة الفنان أحمد شيبة وأهالي منطقة القبار إلي مسجد لأداء صلاة الجنازة. غدا عقب صلاة الظهر علي أن يتم تشييع الجثمان في مقابر العائلة بأم كبيبة. وصل الفنان أحمد شيبة وأسرته إلي المستشفى لانتهاء من إجراءات خروج جثمان والدة الفنان أحمد شيبة لتشييع جثمان والدته بعد الانتهاء من الإجراءات بعد صلاة الظهر من مسجد القبار، وأن يتم تشييع الجثمان في مقابر العائلة بأم كبيبة بالإسكندرية. كان أحمد شيبة قد نشر صورة تجمعه مع والدته الأسبوع الماضي على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك وكتب: ربنا يتم شفاك على خير يا أمي يا رب.